نهاركم طيب، نهاركم زين. مرحبا بكم في قناة الشيف عبد الحميد. بعد ما تبيراتات وبعد ما سينالوها للأسف راحت القناة، راح كل الوصفات، لكن معليش ربي هو خير يا أخي، هكا يقولوا. نروحو الساعة المكونات تاعنا، نروحو نسميو الطبق تاعنا تاع اليوم هو طاجين العازب. لأول مرة في اليوتيوب أني أنا اللي حطيت هذا الطاجين تاع العازب، وأنا اللي حكيت حكايته. واحد ما كان يعرفه، واحد ما جابه، وواحد ما حطه. الوحيد اللي حط هذا الطاجين هو أنا فقط. هنا نروحو للمكونات تاعنا. عندنا جوز ولوز وبيستاش، عندنا كيلة وكيلة سكر، ونبلو بالصفار تاع البيض حوالي 6 حتى 7 عظمات. هنا الكونتيتي انا اللي درتها لهنا 200 غرام 200 غرام 200 غرام، معناتها 600 غرام بلس 200 غرام تاع السكر الحرش لازم، ونخلطوهم كامل مع بعضهم. والعظام نحطهم من 6 حتى 7 حتى 8 ولا 10 على حساب العظمه. احنا في المانيا العظام تاعنا بالقيس، كاينه الام وكاينه الال وكاينه الصغيره خلاص اس. هذه هي بهنا ما تخلطوكمش المكونات، والوصفه تكون صحيحه، وان شاء الله تجربوها في اقرب وقت مع بدايه رمضان. كما قلت لكم، حكايه طاجين العازب تعود الى قصر احمد باي المتواجد في وسط المدينه العريقه اللي هي قسنطينه عاصمه الشرق الجزائري. الطاجين هذا راهو قسنطيني محض 100% تقليدي وعريق وقديم، وتعود حكايته إلى موني اللي كانت عايشة في قصر أحمد باي، وراهم حكاو حكاية موني كيفاه عاشت وهي كانت عازبة. للأسف ما زوجتش، وعلى هذه سماو هذا طاجين العزب على اسمها، لأنه أحمد باي كان يحب هذا الطاجين. وكانوا الوصفات اللي عايشين في القصر أحمد باي هما اللي يخدموا هذو الأطباق، سواء طاجين العازب ولا الباي ولا طواجن الأخرين. كاينين بزاف بزاف بزاف، وكانوا الوصفات هادو هما اللي يطيبوا. وكاين تاني الطباخ بن بكير وعائلة بن بكير اللي نحييها بزاف بزاف بزاف، وراهم عائلة عريقة، وعندهم العراقة تاعهم من عند أحمد باي. راح نقول لكم ملاحظة انه طاجين العازب يجي دمعة ما يجيش نجمة. الناس اللي قاعدة تبودع نقولها من فضلكم بركاو احشموا، ما تخلطوش وخليو التقاليد تاعنا كيما كانت. طاجين العازب يجي دمعة، ما كانش هادي تاع نجمة. النجمة هادي راهم يتبودعوا، واحد ما يكذب عليكم. طاجين العازب واحد ما كان يعرفو، واحد جامي يسمعوا به، انا اللي حطيته بفضل مليكة بن اللي تسكن في 40 شريف. حييها ولها يعطيك الصحة. بك فقط واحد ما كان يعرف هذا طاجين العزب، واحد ما حطه في اليوتيوب من قبل الا انا. للاسف انه الوصفة هذه تسرقت، وكاينين قنوات حيث خلاف تاني عاودوا الوصفة هذه. بصح انا نقول لكم بلي هذه هي الوصفه الاصليه والوصفه العريقه التقليديه تاع زمان. شوفوا الله يبارك زيمه الحبه تاع طاجين العازب، ديروها دمعه، اقليوها في البيض، ومن بعد نزيدو نمسحوها، ونزيدو نعاودو نقليوها الدوزيام فوا تاني في البيض. كما قلت لكم هادو هما الاطباق التقليديه القسنطينية الجزائرية بصفة عامة، لأنه احنا كنا ننتميو لبعض، ما كانش فرق وما كانش تمييز العنصري. قناة هذه راهي تحافظ على العادات والتقاليد القسنطينية الجزائرية. وطاجين العازب من بين الأطباق ولا من الطواجن الحلوين اللي كانوا بكري يديروهم سواء في بداية رمضان ولا يديروهم في العراس. نروحوا لطريقة التقلية ولا كيفاه تقليو هذيك الحبات تاعكم تاع طاجين العزب. أكيد كما شفتوا لهنا أنا درت بياض البيض، خلطته مليح
وغطست فيه الحبه تاعي تاع طاجين العازب وبديت نقليه. من فضلكم حافظوا على الشكل تاع الدمعه، ما ديوش النجمه وما ديوش الهلال. ونزيد نعاود نذكر ونعاود، ما كانش الشباح الجوزي جامي سمعنا بها. الزبودية هذا خاطينا. الاصول خليوها من فضلكم، خليو الاصول كما كانت. وكاينين عائلات بزاف يشهدوا ومازالوا محافظين على هذه الاطباق. من فضلكم التبوديع نحيوه، واذا حبيتوا تقارني ولا ديروا الديكور ولا ديروا الديكور بصح من الاسم خليوه كما راهو، ماشي دوكا ديروا لي طاج شباح وتخلطوا لها العازب وما عمباليش ويزيدوا يديروا لها العين ويزيدوا يديروها المشماش ويخلطوها ويقول لك بلا رويال ولا بلا ما عمباليش انا كاني من كلش. نو هادو ما عرفناهمش. ومام ناس تاع زمان راهم يتبعوا فيا وعمبالهم بلي حوايج هادو تاع زمان راهم ما يتبدلوش كيما كنا بكري. حاجه ما تبدل كيما دوكا رفيس عادوا يديروا في القالب تاع المسكوته، المشلوش تاني عادوا يخلطوا فيه. يعني سبحان الله، يعني وين وصل الطبخ تاعنا اللي كان عريق وكانوا يضربوا عليه في المحافل الدوليه. الجزائر راهي مشهوره بالعادات تاعنا تقليديه، خاصه الاطباق هذه التقليديه القديمه، سواء لهنا في قسنطينه ولا في الشرق كامل ولا في العاصمه. في العاصمه تاني كاين اطباق تقليديه عريقه، وكاين ناس بزاف مازالوا محافظين عليها. ناس القصبه اللي نحييهم هنا باه ما نخلطوش نوليو للمرقه تاعنا. انا حطيت الا اللحم والقرفه والبصل. البصل حطوها كراكب، ما ترحيوش وما تربيوش، تولهو طريف زبده، شويه ملح، شويه سكر فقط. والقرفه عواد، والزعفران كما قلت لكم في طاجين الباي لازم يكون زعفران مليح تاع الشعره، واللون تاعو مثل لون المرجان. هذاك هو الزعفران المليح. هذاك التشيني ولا الاصفر غير طيش، هذاك راهم يخدعوا الناس للاسف عاد تغدر. هذه هي ما نحطوا لا ما نحطوا والو في المرقه تاعنا تاع طاجين العازب الا البصل، القرفه، نعاود الفلفل الكحل ممنوع، البصل ممنوع ترحيوها وممنوع تربيوها. كانش بكري ماو الناس راهي نحييها من المنبر هذا، ما كانش تبودع هذا كامل جامي. ولا العائله تاعي ولا كانش هادو تاع الفلفل الكحال وما عمباليش انا واش عادوا يخلطوا تاني كانش هادو بكل ما كانش. سامبل خلاص. المهم نروحوا للكيله تاعنا. كيما راكم تشوفوا انا هنا كيلت درت كيله 2 كيلات مرقه وحطيت كيله سكر باه تعقد لكم. ومن بعد حطوا 4 كيلة عسل، سواء عسل حر ولا عسل عادي، حطوه مع الاخر راهي طيب لكم. وراهي كيما نقول حنا تعقد العقده تاعكم هذيك تعقد وتجي ما شاء الله. ما تنساوش مع الاخر بعد ما تحطوا طاجين العازب تاعكم ولا الحبيبات هذوك تاع العازب تاعكم وديكوريهم تاني من الفوق باللوز، اكيد يكون مصموط وتكونوا حمصتوه في شويه زبده في المقله. هذه هي الطريقه التقليديه تاع زمان تاع امهاتنا وجداتنا وخالاتنا وعماتنا تاع العائلات القسنطينيه الجزائريه. هذه هي. ما نطولش عليكم ان شاء الله في الفيديو هذا. حبيت الا اني نعاود نحط لكم الوصفه تاع طاجين العازب بعد ما راحت لي القناه وبعد ما تسرقت وتبيراطات وتسينيالات. المهم الغيره تهدر بصح معليش راني هنا بربي ان شاء الله ديما هنا وديما واقف على رجليا. وكما نقول حنا مكره في الاعداء هما يبيراطيو وانا نزيد نعاود وهي رايحه. على كل حال ما تنساوش القطرات من ماء الورد مع الاخر باه تطلع لكم هذيك النسمه الله الله، ويجي الطبق تاعكم يجي فيه هذيك النسمه هذيك تاع ما ورد، خاصه راس القطار. شوفوا الله يبارك حبيبات العازب زي ما شاء الله جاو هايلين. وما كانش هادي اللي يقول لك ما تصلح ليش ولا هاي الوصفه
الأصلية الصحيحة. جربوها في الدار وقولوا لي في التعليقات زي ما جاتكم، وذوقوا أهلكم وذوقوا جيرانكم، خاصة في رمضان العوايد تاع بكري ما تنساوش، لازم تذوقوا الجار. غير هكا يقول لك كيما نقول حنا هذيك تروح هذيك العداوة، تروح هذيك الشحنة هذيك، وهذا يهز هذا يهز خوه هكا. المهم اتهلاو في روحكم، ونقولكم نهاركم طيب وزين، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقات قادمة. وطاجين العازب قلنا يتقلى 2 فوا كيما شبح صفرا هكا. نورمالمون راني ما نسيت والو. على كل حال اي حاجة ولا خليو لي في التعليق. شوفوا الله يبارك الحبة مزيمة من الداخل، يعني طاجين العازب من اروع ما يكون، الذوق تاعو يعني هايل. عم بالي بلي ساكو تشار، مي جربوا كونتيتي صغيرة بك وخلاص. إلى اللقاء وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.